السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مساء الخير، مساء النور، مساء الفل أحبائي. نتمنى فيديو اليوم يلقاكم أحسن الظروف والأحوال بإذن الله تعالى. فكيف ما لاحظتوا ما درناش المباشر في كوني جميلة يوم الخميس. البارح الجمعة بطبيعة الحال ما درناش الفيديو ديالنا اللي هو هذا كنديرو اليوم في كون بوتي، فما سعفنيش الصوت نهائيا. النيف ديالي مخلوق، صوتي مجروح، فما قديتش بالمره انني ندير المباشر. افتقدتكم بزاف وكنشكر البنات اللي سولوا فيا، اللي غير كنغيب او كنتعطل ما كنحطش لا فيديو، فكنقول لهم شكرا جزيلا على وفائكم، على حبكم، على مشاعركم النبيله اللي كتكنوها لاختكم وفاء، والقنوات ديالكم كوني جميله وكوان بوتي. فكنقول لكم الف 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 شكر لكم، والشعور راه متبادل اكيد، فما يمكنش نبادلوا الناس اللي كيحبونا غير كل الحب، كل تقدير وكل احترام. فكنقول لكم شكرا بزاف على سؤالكم وللي خدتكم عليا، والله يحفظكم ليا والله يقدرني نكون دائما معكم في المستوى. فتكلمنا هذا الاسبوع او في بدايه الاسبوع على كلمات مرطبه للبشره الجافه وجد جافه. تكلمنا في فيديو سابق على مرطبات خاصه بالبشره الدهنيه والدهنيه المصابه بحلب الشباب، وبين قوسين او بغيت نفتح واحد القوس نقول فسبحان الله ملي كيكون الفيديو كيتكلم على كريمات مرطبه او كريمات الترطيب، يعني بالدرجه الاولى كريمات الترطيب، ثم الفيديوهات ديال البقيات الشمسيه، فهادو كيجيو في كيحتلوا المراتب الاخيره في نسبه المشاهدات. ف للاسف الشديد ما باقي الثقافه ديال الترطيب باقه، يعني حنا كشعوب عربيه باقا ما مترسخاش عندنا، ولهذا دائما غادي نلقاو دائما مشاكل ديال تصبغات، مشاكل ديال اثار البثور. فكونوا على يقين انكم دائما غادي تبقاو تخبطوا في هذه المشاكل. علاش؟ لانكم ما كتعتنيوش ب مساله الترطيب او المرحله ديال الترطيب. فالترطيب راه عنده واحد النسبه ديال 50% حماية البشرة من التصبغات، من آثار البثور، من أي مشكل، من الجفاف، من التجاعيد، من أي حاجة. راه السر وراءها هو الترطيب. بعكس إلا حطيت فيديو كيهضر على التصبغات أو كيهضر على كريمات معالجة للتصبغات، فكتلقاو المشاهدات مرتفعة في الساعات الأولى. سبحان الله. فباقي الناس ما فهماتش فين كاين الخلل. راه دائما غادي تبقاو تقلبوا على شي منتوج اللي كيزول تصبغات، دائما في بحث دائم، وكتهملوا الحوايج اللي هي اساسيه واللي هي عندها دور في ازاله هذيك التصبغات، اللي هي الترطيب والوقايه او الحمايه من اشعه الشمس. فغير لاحظوا ملي كيكون الفيديو كيهضر على الكريمات مرطبه او شي حاجه بعيده على التصبغات، كتكون المشاهدات هابطه بزاف. عاد غير كنهضروا على التصبغات كتكون المشاهدات طالعه بزاف، وراه حتى شي حاجه ما كاينش يعني شي موضوع او شي فيديو هو اللي كيحل المشكل بوحديته. راه كل فيديو كيكمل الاخر، وكل فيديو كنلقاو فيه معلومه اللي كتكمل معلومه كاينه داز فيديو اخر او غادي تجي فيديو لاحق باذن الله. فكنقفلوا هذا القوس. ف اليوم غادي نهضر ان شاء الله على البشره المختلطه. البشره المختلطه، وانا وحده من الناس اللي عندهم بشره مختلطه، وكنت قلت لكم في فيديو سابق انني غادي نخصص لكم واحد الاستطلاع ديال الراي باش نشوفوا شنو النوع ديال البشره الاكثر شيوعا عندنا هنايا في المغرب. واش البشره الجافه، المختلطه، الدهنيه، يعني وهذا الشيء كامل، حيت تقدر تكون بشره جافه وحساسه، بشره مختلطه وحساسه، بشره دهنيه وحساسه، وبطبيعه الحال اصحاب البشره المصابه بالبرديه، يعني حتى هادو راه نوع من انواع البشره. فغادي نشوفوا شنو النوع ديال البشره اللي مرتفع بزاف هنا في المغرب. انا على يقين لان النسبه ديال البشره المختلطه هي اللي غادي تكون مرتفعه، وقلت غادي نخصص لكم فيديو وغادي نقول لكم علاش. فبحكم ان البشره ديالي انا مختلطه، واليوم هو دور البشره المختلطه باش نعطيكم كريمات او منتوجات صالحه لترطيب هذه البشره. فالناس اللي شافوا معايا الفيديو ديال كوني جميله، ف
سمعوني قلت بانني فريمون حيره ما عرفتش اشنو غادي ناخذ. يعني من مور ما حبست سيكابلاست، من مور ما حبست سيكابلاست اللي كنت، فقلت منين حبست سيكابلاست يعني ما بقيتش كنديرها. المهم لو توب صغير سيكابلاست بومبا 5 اس بي اف 50 هي اللي كنت كندير يعني في فتره العلاج صافي، وبقيت كنديرها من بعد. لو توب صغير الثمن 40 ام والثمن بون 140 درهم، فكتجيني قاصحه شي شويه. حبست وقلت غادي نبدا ندير ناخذ كريم نديرو في النهار، وفي الليل غادي ندير يعني الزيوت. ف مرتاحيتش، عرفتو داك اللي كيكون في واحد مجرب واحد الحاجه وكتكون هي توب، كتكون زوينه، يعني اي حاجه كيدير قل منها فما كتقنعوش. فجربت سيغاف، جربت اكواغيفا، جربت الوغ اكواغيفا، جربت سيغاف، جربت اكتيان، هادو كلهم درتهم. شنو عاود جربت يا ربي؟ المهم درت اكواغيفا لاجور، ودرت سيغاف، ودرت اكتيان لاجور، درت اوسيغا راه قلت لكم كنرطب بها في الليل. مي فريمون حتى وحده من هادو ما قنعتني وما عطاتني داك الترطيب اللي كانت كتعطيه ليا سيكابلاست. هنا غادي نجاوب على واحد السؤال كيجيني في التعاليق، البنات كيقولوا لي فاش حطيت الفيديو ديال البشره جافه وبشره دهنيه على الاقتراح ديال سيكابلاست، فكما لاحظتوا انا ما اقترحت سيكابلاست. علاش ما اقترحت سيكابلاست؟ ما اقترحتهاش لانني ديجا اقترحتها فيديوهات وحدين اخرين. كاينين الناس كيدخلوا في التعاليق كيبقى يقول لك انا ما ولمتنيش، انا خرجت ليا الحبوب، انا هادي. فاللي كيدير سيكابلاست يبقى يديرها مواتيه موالمه صافي، يعني وقع ليها نفس المشكل اللي وقع لاكتينيكا. صافي كتفيت، ما بقيتش كنبغي يعني نرشحها. صافي راه حنا عارفين مزيان لان سيكابلاست راها الطب، عارفين اكتينيكا راه الطب صافي. وكاينين فيديوهات راهم كيوثقوا الكلام ديالنا، فما كاينش لاش غادي نبقاو اشك فوا. يعني الناس اللي كترطب بسيكابلاست ومرتاحه فيها ما درت ليها حتى شي مشكل فتخليها في سيكابلاست، ما كاينش لاش تبدل. راه نقدروا نستعملوا سيكابلاست بين يعني كمرطب يومي، ما كاين حتى شي اشكال. انا راه اون فان كونط الا ما لقيتش شي منتوج اللي غيواتيني راه غادي نرجع لسيكابلاست، حيت ما غاديش يبقى يمكن ليا نبقى نتخبط كنقلب كنجرب في لي برودوي وما كاين حتى شي ريزولطا. فاخر حاجه انا غادي نشري الاسبوع المقبل ان شاء الله واحد المنتوج مرطب غادي نجربو، وإلا واتاني راه غادي نبروبوزيه لكم نقول لكم لا تخذوا هذا خدموا به راه زوين. ما عجبنيش راه غادي نكمل به والخليفه على الله ونرجع لسيكابلاست بومبي 5 ديالي 50. اللهم كيقول لك عند الخصو كتخلي نصو. غنبدا نبقى نقلب انا على منتوجات اللي هي رخيصه ما غاديش يعطوني داك الترطيب اللي انا باغاه، فما كاينش لاش بالمره. يعني خليني في سيكابلاست ديالي احسن. اللهم واحد الحاجه انا عارفاها ومجرباها وعطيني نتائج زوينه احسن ليا. فنرجعوا الموضوع ديال الفيديو اللي هو البشره المختلطه. فالبشره المختلطه من اصعب انواع البشره، والمشكل ديالنا هو اننا ما كنعرفوش كيفاش كنتعاملوا معها، لا من ناحيه ديال التنظيف، لا من ناحيه ديال الوقت الشمسي، ولا من ناحيه ديال الترطيب. البشره المختلطه شنو المشكل ديالها؟ المشكل ديالها هو انها على حسب كما باين من الاسم ديالها بشره مختلطه. بايش مختلطه؟ فهي كتكون من الخدود من عاديه الى جافه، يعني ما ميدمه ما ناشفه بزاف، وكتكون في لا زونتي كنسميوها لا زونتي. شنو هي لا زونتي؟ هي ديك المنطقه اللي كتشكل بالحروف اللاتينيه حرف تي، يعني الجبهه والنيف والذقن. الجبهه والنيف والذقن كيكونوا ميدمين. الحاله ديال البشره ديالي ما عنديش انا بزاف ميدمين، عندي غير شي شويه، يعني كتقدر تكون مختلطه الى جافه ومختلطه الى دهنيه. يعني هذيك لا زونتي كاينه عند شي ناس اللي كتكون عندهم يدمه غير شي شويه ما بيناش مره، كتبان غير في فصل الصيف بحال الحاله ديالي انا. وكاينه الناس اللي كتكون عندهم ميدمه يعني الجبهه والانف والذقن ميدمين صيفا وشتاء، راهم عندهم ميدمين هاد الناس. فهذه هي البشره المختلطه. فالوغ شنو كيوقع؟ اللي كيوقع هو اننا كنبقاو في حيره شنو غادي ناخذوا لهاد البشره باش نرطبوها، باش نغسلوها، وباش نحميوها من اشعه الشمس. في الفيديو ديالنا غادي نهضروا غير على المنتوجات المرطبه. فهاد البشره عندنا في المنطقه ديال الخدين هي ناشفه،
وفي المنطقه ديال الجبهه والانف والذقن شويه ميدمه او ميدمه. فاذا كانت عندنا شويه ميدمه او ميدمه، فيعني راه اكيد غادي يكون عندنا مسام واسعه واحد شويه، غادي يكونوا عندنا شويه ديال الرؤوس السوداء، وغادي يكونوا عندنا شويه الدهون. فإلا خدينا كريم صالح للبشره الجافه ودرناه لهاد الوجه، فالجهه ديال الخدين راه غادي ترطب لينا مزيان، ولكن الجهه ديال الانف والجبهه والذقن غتزيد تيدم لينا، وغادي تزاد الحده ديال المسام انها تزاد توسع لينا، الدهون يبانوا اكثر، وديك البلاصه غادي تبدا تبان لينا ميدمه بزاف، وكتبدا كتعرق سورتو في الصيف، كتبدا هكا بحال كتقطر بالماء. هذاك دليل على ان ديك البشره راها ميدمه في هذيك البلاصه، وكنديروا ليها واحد المنتوج اللي ما مواتيهاش. علاش هي كتعرق لينا؟ درنا منتوج خاص للبشره الدهنيه، فهو غادي يواتي لنا ديك البلاصه ديال الجبهه والانف والذقن، ولكن غادي ينشف لينا ديك البلاصه ديال الخدين. لهذا شنو غادي نديرو؟ فاللي غادي نديروه حنا غادي ناخذوا منتوجات اللي هي بين ما هي كريم، ما هي كتنشف، ما هي كترطب. يعني غنلعبوا دائما في الكريمات اللي كيكون مكتوب فيها ليجير، بحال دابا مثلا نوغيفا، اكواغيفا ليجير، اكتيان كريم ليجير. اي كريم غادي نلقاو مكتوب فيه ليجير او جل فهذا ناخذوه، او فلويد ليجير جل، هادو كلهم صالحين للبشره المختلطه. يعني نديرهم بعينينا مغمضين. علاش؟ لانهم غادي يرطبوا لينا وفي نفس الوقت ما غاديش يقدموا لينا بالمره. فغادي نحاول انني نخلي لكم هنايا صور ديال كريمات، سكرينيوهم وخذوهم شريوهم، يعني خذوا على حساب البودجي، شوفوا شنو اللي غادي يواتيكم من ناحيه يعني على حساب الجيب ديالكم، وخذوا الكريم اللي غادي يناسبكم. بالنسبه انا الى ما وصلنيش هذا الكريم اللي غادي نشوفوه الاسبوع المقبل باش نشريه، فانا غادي نرجع لسيكا بلاست بون لا 5 اس بي اف 50. هذا ديالي هو اللي كنت كنرطب به، وكنت كنرطب به حتى في الليل، فما كاين حتى شي اشكال بالمره. واخا هو فيه داك لانديس دو بروتيكسيون، فحنا متفقين على ان هذاك لانديس دو بروتيكسيون راه ماشي واقي شمسي، فانا كنت كنديرو بالليل والنهار هذاك المنتوج. وصراحه كانت البشره ديالي مرتاحه بزاف عاد، وكانت مرطبه، وحتى لا خرجت فيها شي حبه ولا شي حاجه فما كتخلي سيكاتريس، حتى لا تقشرت ليا ولا شي حاجه فما كتخليش ديك القشره كتبان نهائيا. يعني سيكا بلاس بومبا 5 اس بي اف 50 كنت مرتاحه فيها 1000%. انا قلت لكم علاش حبستها، السبب الوحيد هو ان كانت كتجيني طالعه في الثمن، سورتو انني كنت كنرطب بها 3 المرات في النهار، الوغ ما كانش كدير ليا شي مده اللي هي كبيره بزاف عاد، بيسكو كنت كنديرها 3 المرات في النهار، وكندير واحد لا كونتيتي، يعني ماشي كندير غير الغذاء هكا غير شويه وكندهن الوجه، لا كنت كندير كونتيتي مزيانه وكندهن بها الوجه ديالي، فما كانش كندير ليا بزاف. تقهرت وانا نحبس وبدلت، ولكن صراحه ملي بدلت ما لقيتش راحتي بالمره نهائيا. فما غاديش نطول عليكم باش ما يجيش الفيديو طويل. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. غادي نخلي لكم اكيد كريمات، كاع الكريمات اللي غادي يدوزوا في هذا الفيديو فهما صالحين للبشره المختلطه، ممكن انكم تستعملوهم، ما كاين حتى شي اشكال، غير كما قلت غادي تختاروا منهم اللي غادي يواتيكم من ناحيه ديال يعني الفلوس، وكل واحد على قد جهده. وطبعا انا ملي غادي ناخذ ان شاء الله الكريم الاسبوع المقبل، فبطبيعه الحال غادي نشارك معكم التجربه ديالي. فكنتمنى ان فيديو اليوم يواتيكم يعجبكم، وكنتمنى لكم نهايه اسبوع موفقه ان شاء الله، وكنضرب لكم موعد جديد يوم الاثنين ان شاء الله على قناتكم كوغوتي في فيديو جديد ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في امان الله.